السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض العاشورة، هنعملها بطريقة حلوة جدا النهارده وهتبقى كريمي وحلوة جدا. عملناها مع بعض قبل كده بس عملناها من فترة طويلة وكانت بصراحة حلوة وعجبت ناس كتير. في البداية بنجيب القمح، بننقعه ساعتين 3 يعني مش اكتر. بننقعه بس بنغير عليه الميه بتاعته كل شويه لغايه ما الميه زي ما انتم شايفين بتكون صافيه. انا طبعا مليته كمان علشان احطه بالميه دي وهسويه فيه. هنحطه كده في الحله اللي احنا هنسلقه فيها، وبعدين هحط له سكر بقى، والسكر كمان هيكون حسب التحليه بتاعتنا، يعني حسب كل واحد بيحب الحاجه قد ايه مسكر. هزوده بقى كمان شويه ميه. احنا طبعا هنضيف له لبن بس لما يستوي معانا والحبايه بتاعته تتضاعف يعني. هنحطه على النار هنسلقه حلو، وبعدين هنرجع بقى نكمل مع بعض المقادير بتاعتنا. بص بقى العاشوره بتاعتنا بقت حلوه ازاي. بص حبايه القمح كمان بتاعتنا فتحت ازاي. بنسويه حلو علشان يبقى يساعد معانا لما نيجي نحط معاه اللبن. هنحط بقى دلوقتي اللبن، بسم الله. نديله بقى كده تقليبه، وبعدين هعمل فيه ايه بقى، هضربه بالبلندر علشان عايزاه ناعم. عملته معاكم قبل كده برضو، ضربته بالبلندر حلو ناعم وبقى كريمي. وكمان لما حطينا معاه بقى انا احط دلوقتي لبن بودر وكريمه بيديله طعم حلو جدا. هنضربه بقى كده هنا بقى جايبه معلقتين كبار من النشا، معاهم معلقتين كبار من الكريمه، دي كريمه خام، وحاطه معلقتين من اللبن البودر بيدي طعم حلو جدا لو متاح. لو مفيش ممكن نحط القشطه بتدي برده طعم حلو جدا، او الكريمه اللي هي الكريمه السائله، دي كريمه خام من غير سكر. معلقتين كبار، معلقتين كبار من الكريمه، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من اللبن البودر. هحطهم كده شويه صغيرين من الميه عشان نبدا ندوبهم مع بعض، وبعدين هنضيفهم للعصير. نحط معاهم برده النشا، هنقلب بقى الخليط كده حلو. هنحط بقى كده الخليط وعلى طول هنروح مقلبين علشان النشا ما يعملش كترات على طول. هنروح مقلبين بقى الخليط بتاع العاشوره حلو، هيبدا على طول يتقل معانا. بصوا بقى بقت كريمي وبقت حلوه ازاي. كمان البلندر لما بنضرب بيه الحب بتاع القمح بيبقى ناعم، بيبقى جميل. ممكن كمان في الخلاط لو مفيش بلندر، بس بصراحه بتبقى التركايه دي جميله جدا في العاشوره. بص بقى نقلبها بس تقليبه بسيطه كده، ونبدا على طول نغرفها. يفضل لما نحط عليها بقى مكسرات، هي لسه سخنه زي ما انتم شايفين، بس هي بصوا بدات تتماسك، لكن لما تهدى شويه هتبدا المكسرات ما تدخلش جوه العاشور. بصوا بقى هنجرنشها باي حاجه احنا بنحبها. انا عندي النهارده شوكولاته بيضاء، حابين بقى مكسرات اللي موجود. انا اللي موجود عندي بصراحه حطيته كده، هي هتديها طبيعي الطعم حلو جدا، لان هنا انا كمان ضايفه حبه كمان مع اللبن، فبتدي طعم بصراحه جميل لما بتسيح كده. وبعدين ممكن نحط لها قطع كده من الفاكهه مجففه، اي حاجه احنا بنحبها.
شاء الله العاشوره بتاعتي النهارده تكون عجبتكم، كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.